كل عمري مشكلتي بالحياة هي وزني. دائما بحاول اضعف بس بعد فترة قصيرة برجع بنصح، وهذا الاشي عمل حياتي كابوس. وصار الوقت انه خلص بكفي، صار لازم أضعف. وبعد بحوثات لايام وليالي كذب وبحث مصدق هيك، بس انه المهم لقيت طريقة سريعة اضعف فيها، وهي ببساطة ما كلش. اوكي حاليا راح اقيس وزني، خلينا نطلع. انا اللي انا بشوفه حقيقي 147 ونص كيلو، 147 ونص كيلو. اوكي يا شباب صباي، خلص هسه عن جد رح يبلش التحدي. مثل ما شايفين الساعة 4 واليوم احد 14/5، فرح نشوف يوم الاربعاء على الساعة 4 العصر كيف راح يكون وضعي، وهل راح اكون ضعفان عن جد ولا لا، وهل الاشي اصلا صحي ولا لا. خلينا نخش على الفيديو. اصبروا نسيت احكي لكم، عشان صاحب هذا التحدي ضفت عليه شرط اللي هو كتير قوي. معي اشرب لحد 8 لتر مي خلال هذا التحدي. ومش بس هيك، اللي راح يصعب الموضوع اكتر واكتر انه راح يكون خلال هذا التحدي تحديات اخرى اللي انا اذا ما طبقتها وما نفذتها راح ينقص كمية المي الموجودة عندي. صحيح هاي القناة هدفها انها تكون اكبر قناة في فلسطين بعدين بالعالم العربي. طبعا خلينا نسأل جوجل ايش هي اكبر قناة بفلسطين. قناة فوزي موزي. 9,780,000 مشترك عندها على اليوتيوب. قناة فلسطينية اسمها فوزي موزي وتوتي. مين بدي يجيبن هدول؟ خلينا نشوف شو محتواهن. اصحوا على المدرسة حبايبي، تيتا فوزية حبايبي، شو قوية حبايبي، هي شجاعة حبايبي، واحنا معاها حبايبي. كيف هيك قناة أكبر قناة بفلسطين؟ حبايبي تيتا فوزية حبايبي. برجع تحيات لفوزي موزي، بس أنا جايكم مش عم بمزح، حوصل. انت مستحيل. لا يا زلمة، كيف بدك تعملها هاي؟ انت كل دقيقة بدك تاكل اشي. مستحيل يا زلمة، مستحيل. 3 أيام هدول، مش يوم، مش 24 ساعة. اوكي حاليا صار مالي 4 ساعات من التحدي، ضللنا 68 ساعة بهذا التحدي. صراحة بلشت احس بالجوع، انا متعود اكل هيك كل ساعتين 3 سناك خفيف او اشي، مش خفيف شيلي. خلينا نشوف كيف رح يمر هذا التحدي، يا رب يمر على خير. اوكي يا جماعة الخير، لحد اسا صار معي التحدي 6 ساعات، الساعة صارت 10 بالليل وتقريبا خلصت المي، ما بضلش في اشي. خلال 6 ساعات شربت 2 لتر مي. فيلا بنشوفكم بكره، وجهزوا حالكم بكره انتوا رح تيجوا معي على الجامعة، فليتس جو. صباح الخير جايز، الساعة 7:15 الصبح، يوم الاثنين. عارفين يا جماعة الخير مرق 15 ساعة ونص تقريبا، 15 ساعة وشي على هذا التحدي. 100 تعب، 100 جوع وحيل طالع. أنا دائما بصحى بكون فيي حيل أكتر، اليوم أنا صاحي فيش فيي حيل لأني مش ماكل، بس رح كمل هذا التحدي. رح أكون قد التحدي لأني وعدت حالي أكون قد التحدي، وحاليا يعني صاحي. يعني انت المي آخر مرة فضيت امبارح، هسه رح أقضيها كمان مرة، ورح ترافقني خلال النهار في الجامعة. وتركبوا اخر نهار الجامعة راح يكون اول تحدي لليوم. قررت اجيب هاي القنينة اللي هي عبارة عن لتر واحد بدل لترين، لان هذيك القنينة كتير كبيرة وما راح اقعد احملها بالجامعة. الساعة 7:37، 15/5، يوم النكبة. اوكي جايز، انتم شايفين الساعة صارت 5:26، بعرفش اذا مبين قدامكم. يعني هاي الساعة ال25 من التحدي، فانا لحد هسه بدون اكل، كثير جوعان وحياة الله كثير جوع وتعب. فالمهم هسه راح نبلش باول تحدي اللي هو المفروض يكون على الساعة ال24، يعني بس يمروا يوم كامل على التحدي، ولكن بما انه تاخرنا راح نبلشه من هسه، اللي هو تحدي من هسه لحد ما اروح وانام وانهي نهاري ممنوع اشرب ولا نقطة مي. اذا فزت بهذا التحدي راح يطلع لي قنينة شرب، وهو زي هيك عصير بس هو بيفطروه، يعني هو وجبة كاملة. اذا نجحت بهذا التحدي الصبح راح اشربه، اذا لا راح يجيب 2 لتر مي من المي اللي ضلت. ايش يا كبار، الساعة 9:15، اسمه مستحيل اصعب تحدي عملته بحياتي. حرفيا انا حاليا كمان بدون مي، بس خسرت بتحدي المي صراحة. التحدي الاول خسرت فيه، مش قادر اسمع عن جد، مش قادر اضل بدون مي. بدون اكل استوعبت اصلي قد ايه الساعة صارت؟ الساعة 9:15، صرنا 29 ساعة بدون اكل. متت وحياة الله متت. شوف حتى بطل في صوت، مش في حيل، بس هيك اوصل على البيت. حاليا شربت مي.
شربت كمالتها هاي الثانية لليوم، فبهيك بكون صرت شارب 4 لتر خلال امبارح واليوم، خلال 29 ساعة يعني. ضلوا لي 2 لتر لأنه أنا استخسرت بالتحدي، فانشطت 2 لتر، ضلوا لي 2 لتر. شفتوا امبارح أنا ب5 ساعات شربت 2 لتر. فمش عارف كيف رح أضايم بالتحديات الجاي، لأنه في تحدي تستنوا ترقبوا بالآخر، في تحدي كتير قوي، مش عارف إذا رح أقدر أضل ولا لا. يو جايز، ثواني معكم جورج من المستقبل. التاريخ اليوم 13/6 وأنا عم بعمل إيديت لهذا الفيديو. كتير تأخرت، صار لي شهر بعمل له إيديت. بس كنت بوضح فقرة، أنا هذا الفلوج صار لي زمان مش مصور فلوجات وأنا مش متعود على هذا النوع. فبس بدي أحكي لكم إنه حاليا أنا رحت هذا اليوم على الشغل. طبعا صورت لكم لقطات خلال شغلي وعملي، هو طبعا بإذاعة بمدينتي، وأنا وظيفتي فيها إنتاج محتوى لصفحات التواصل الاجتماعي للإذاعة. وبعدها في عنا تحدي، بس انا كمان نسيت اصور لكم واحكي لكم عن هذا التحدي اللي هو لازم اركض مسافة 10 كيلو متر او 10,000 متر. وكمان نسيت اصور كثير لقطات، بس صورت لكم قد ما بقدر، وكان معي السمارت واتش او الساعة الذكية كانت تعد كيلومترات. فكملوا الفيديو وما تاخذونيش. اوكي جايز، حاليا احنا جينا على شط حيفا وراح نعمل تحدي الركض. تذكروا انه ضل معي لتر واحد بس مي، وراح اشوف اذا راح اضاين مع هذا اللتر ولا لا. فترقبوا معنا هون الشباب. ايش يا برو. اوكي يلا خلينا نشوف اذا نقدر نسوي هذا التحدي، ويلا ليتس جو. يلا يلا شد، ضلش كثير، شد ضلش كثير. هو بالخيف، يلا ايوه. خلص كمان صرنا عاملين 7000 ستيب اللي هن 5 كيلو، وعفنا حالنا صراحه كثير تعب وعطش. انا عم بتمشي، انا انت بتتمشى، انا هاي ماكسيموم سبيد. خلص حاسس كأني رح تفلت، ولا اجرك رح تفلت. اجري رح تفلت. جورج شو مالك قاعدك؟ شو فيك؟ شو صار؟ استويت لا شو سويت؟ 5.800 متر، بطلت احكي 5.8 كيلو متر استوينا. وين جاي من تعب؟ قوم نركض كمان شوي نشرب مي. شرف الشباب، ممنوع اشرب مي، خلصت الكمية معي بشرف تعبت. يعني شو خلص هذا هو رح تنسحب؟ بلاش على التحدي، بس شكله حنسحب يا جماعة الخير. شرف تعبت وانا بقدرش بدون مي. اوكي جايز، خلصنا التحدي وفشلنا الحمد لله بنجاح. وهسه رح نشوف قد ايه وزني بعد هذا التحدي. قعدت يومين بدون اكل، رح نشوف هل الشيء اثر، هل دفت ولا لا. يلا تعالوا حطلع على الميزان. تذكروا في البداية كان 147 ونص، هسه رح نشوف قديش. شايفين؟ اوكي 146.3، يعني ضفنا كيلو 200 جرام. حلو، خلال يومين ضفنا كيلو، بس مجرد ما اكلناش. شوية رياضة عشان التحدي، بس تقدروا تضعفوا بدون ما هيك. ويلا باي.